ايه هي الشروط اللي لازم الاقيها في الكتاكيت لما اجي استلمها؟ اول حاجه طول الكتكوت، لو من 18 ل 19 سنتي يبقى بشاير، ولو من 19 ل 20 سنتي ده الممتاز جدا، ولو من 20 ل 21 سنتي ده من قطيع في اواخر الانتاج. بتقلب الكتكوت على ظهره عشان تعرف حيويته، لو اتعدل بسرعه ده حيويته جيده، وكل ما ياخد وقت اطول بتكون الحيويه اقل. لازم ما يبقاش فيه التهاب سرة لأنه بيسبب الإصابة بالميكروبات. المنقار يكون نظيف وفتحة الأنف ما تكونش متسعة عشان أتأكد إنه مش مصاب بالبرد في الفقاسة أو في الطريق. البطن ما تكونش كبيرة لأنها بتدل على كبر حجم كيس المح بسبب التفريغ في درجة حرارة عالية. الوزن يكون من 40 ل 42 جرام. حجم الرأس ما يكونش أكبر من الطبيعي. بعد نزول الكتكوت بفترة قصيرة لازم تكون الحوصلة ممتلئة، الأرجل دافئة مش باردة، وجود لمعة في الأرجل والمنقار، عدم وجود ريش القوادم لأنه بيدل على الفأس المبكر، الانتشار في العنبر وعدم الجلوس بجانب الجدران، حراشيف الأرجل الناعمة بتدل على الإناث أكتر من الذكور واللي بيكون وزنها أقل، عيون منتبهة مع منقار غير طري، وعدم وجود احمرار في المفاصل. لو لقيت الشروط دي استقبل الكتاكيت وانت مطمن. وبنستقبل على البروبايوتيك الأورجانت فاكتور مع محلول الجفاف لمدة 12 ساعة، وباقي اليوم لحد اليوم السابع على الأورجانت فاكتور اللي هيبني معاك مناعة الطائر من أول يوم. اتواصل دلوقتي على الأرقام اللي على الشاشة عشان تعرف تفاصيل أكتر عن البرنامج الأورجانيك والأورجانت فاكتور، وشكرا ليكم.